بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أطباق وحلويات اقتصادية. كما تشوفوا اليوم المقروض راح نعدت لكم كيفاه الطريقة الصحيحة لتحضير عجينة المقروض. كما نقولوا بالتفاصيل، واللي حابة تتعلموا بأدق التفاصيل يعني تبعي معي فقط هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما ننساو الصلاة والسلام على رسول الله. هنايا عندي في قصعة وجفنة، عندي هنايا انتي الميزان اللي حايبة او الكيل اللي حايبة. هنايا الكيل اللي عندي راهو يوزن 250 مليلتر، وانت تستعملي كيل صغير كيل كبير، ولكن تستعملي كما نقول اللي بديتي به تكملي به، ما تبدليش الكيله. عندي هنا قلت لكم 3 كيسان. السميد هنا يكون متوسط، انا استعملت هنايا سميد عمر بن عمر، وانت استعملي يكون سميد متوسط ويكون نوعيه جيده. هنايا الكيل شوفي كيفاه استعملته هنايا، يعني راهي الكيله ممسوحه، الفيديو راهو واضح. تبعي فقط حبيبتي الفيديو من الاول للاخر، راكي تفهميه ان شاء الله، وراكي تخرجي بنتيجه علامه كما نقولوا علامه جيده. هنايا قلت لكم 3 كيسان. عندي هنايا الملح، هنا ما كتروش الملح، هنايا في هذا المقدار حوالي حطيت لكم بيدي ولكن نعطيكم المقدار، هو ملعقه صغيره ملح. هنايا الكيله اللي هزيت قلت لكم بها السميد، نهز بها السمن. انا هنايا الكيله هذه الزبده انا استعملت السمن المدينه، راني ذوبتها وكيما خليتها بردت بالتمام. الكيله راهي كيله بالتمام، يعني مملوء الكأس مملوء. شوفي كيفاه دايبه، ما تكونش هذيك حتى تكون ما وما تكونش ليسونسيل، المهم هنايا راهي تكون دايبه. واذا استعملتي كما نقولوا لابيل من الاحسن ذوبيها، لان راهي فيها الماء هذاك. ذوبيها وخليها تبرد شويه، ونحي تبرد تمام بالعفوا، ونحي لها هذاك الماء. ومن بعد قيسي الميزان اللي محتاجته وضيفيه للسميد تاعك كيما هكا انا وضعته. ونبقاو هنايا في ندخلوا هذاك السمن في السميد بالاصابع هكا، ونبداو ونبقاو نحكوا بين اليدين. هاي هنايا بديت بيديا نحك فيه براحة اليدين هنايا، حتى يعني ندخلوا هذاك السمن جيدا في حبيبات السميد. هذه يعني راهي كما نقولوا هذا هو سر نجاح المقروض. تبعي الطريقه كما نقول لك. كاين واحد اللي يحطوا سمن ويروحوا طول يبلوه بالماء والزهر، لا، هنا يبقى يحكي فيه بين راحه اليدين، حبكي هكا حتى حوالي كما نقولوا من 10 دقائق حتى ربع ساعه. ما تكونيش يعني قلقه في هذا في نجاح المقروض. هاي هنايا شوفي كيفاه تحسيه، شوفي كأنه حطيت له بعد حوالي هنا أكتر من ربع ساعة، تحسيه كأنه أصبح كريمي. شوفي كأنه حطيت له الماء، حطيته هنايا هكا فوق بعضاه، وخليته هنايا يرتاح حوالي ربع ساعة. ما شاء الله هنا كأنك حطيتي له الماء فعلا. نغطيوه حتى ما يزيدش ينشف لنا ويتشرب هذاك السمن اللي حطيناه. نجي خرجوه كيما هكا، نبداو نشرب في الجفنه. ونجيب هنايا عندي ماء وماء زهر، نصف ماء ونصف ماء زهر. هنايا نرشو فقط، لان قلت لكم السميد راهو ما شاء الله تشرب هذيك الدهون هذيك اللي حطيتها راهي تشربتها بالتمام. وهنايا حتى هنايا ما بانتش في الفيديو، ما تنحالي الفيديو المقطع هذا. هديري كبيره من قبل ما تحطي الماء، كوري كبيره ورفعيها وضربيها على هذيك القصعه اللي كانت حلت لك. راهو السمن راهو كما نقولوا العجينه راهي ناقصه زبده. ضيفي حوالي ملعقتين او حتى 3، حتى 3 ملاعق زيت نباتي فقط، وزيدي دخليه مع السميد. ومن بعد راني نزيدو هذاك الماء كما قلت لكم كيما هكا، نرش فقط هنا. انا قلت لكم كي تلقاوها كريميه ما تضيفوش ني زيت ني زبده. اما اذا لقيتيوها ناشفه وتتشقق كي نعملوا هذيك الكره ونرميوها وتتحل، رانا نضيفوا 3 ملاعق زيت نباتي. ان شاء الله تكوني فهمتي عليا. ونبقاو نبداو نرشوا هنايا بالماء وماء الزهر اللي يكون دافي نوعا ما.
وما نعجنوش، رانا غير نخلطو باليد فقط حوالي هكا حتى ندخلو هداك الماء هذاك وما الزهر، ونحطوه على جنب مرة أخرى، ونخليوه يزيد يتشرب لنا الماء وماء الزهر، نغطيوه ونخليوه حوالي حتى 10 دقائق. قلت لكم المقروض هنا لازم يكون عندك راحة البال، اذا كنتي تتقلقي ومنا راكي جامي ينجح لك المقروض، وجامي يخوفوك فيه. اسهل حاجة هي المقروض. شوفي هنايا كي حليت كي جبتها من على جنب، شوفي كيفاه حللتها في القصعة او الجفنة، راني لقيتو مازال يخصو الماء. نزيدو نرشو بالاصابع فقط. المبتدئة ما تروحيش تحطي هذاك الماء بالكاس طول، قادر هنايا راهو يتشرب لك السوائل ويجيك العجينه تجيك جاريه وما تعرفيش حتى كيما نقولوا الطبع كي تطبعيه بالطابع من بعد تاع المقرود راهو ما يجيكش فيه النقش هذاك تاع المقرود، راهو يجيك يابس. الغرس تاعو العجينه راهي تجيك يابسه. اذا يعني تبعي طريقه رشي فقط وما تعجنيش، لمي بالاصابع فقط. ها شوفي الطريقه، الفيديو راهو واضح. صدقوني راني قاعده نعتلكم من قلبي، والحاجه اللي ما فهمتوهاش اكتبوا لي في كومونتير، راني مستعده نزيد نعاوده لكم حتى بكميه قليله. نبقاو هنايا في الرش. هاني هنايا شوفي كيفاه لميتها وحطيتها على جنب بدون عجن. نزيدو نغطيوها مره اخرى حوالي 10 دقائق. شوفي قداه قعد معايا حوالي ربع كأس ماء وماء الزهر. نخليوها هكا على جنب، قادر نحتاجها وقادر ما نحتاجوش. في الوقت اللي قاعده ترتاح العجينه نروحوا نحضروا الغرس. انا الغرس هنايا ها هو الغرس اللي يكون شريته هذاك اللي غرس البطانه معجون يعني موجود. هنايا عندي كيلو غرس، راني زدت نظفته، يعني زدت كشمه هذيك الرؤوس هذيك تاع التمر نحيتها، ونبداو هنايا نرشوا فيه بالماء الساخن حتى نحاولوا نرطبوا هذاك الغرس بالماء السخون اللي يكون يحملوا يدك، مش لازم تتحرقي حبيبتي. هنايا رشي فقط حتى تحسي بالغرس راهو طرا في يدك. نضيف له هنايا قليل من القرنفل وقليل فقط من عفوا راح نقول لكم الزعتر قليل من القرنفل وقليل من القرفة، هبت لي القرفة، وملعقة صغيرة من الزبدة مش سمن الزبدة. وندخلوا هذه المقادير كاملة في بعضها حتى نحسوها كامل، يعني الغرس كامل دخلت له هذيك المواد اللي زدتها، ونحطوها هكا على جنب. هنايا نستعين بالزيت ونكوروه، نستعملوه ديبولات هكا كيما هكا، ومن بعد نستعملوها هكا أعمدة. شوفي كيفاه حتى يعني كي تعودي تحضر تعودي يعني تكوري في السميد وتحطي فيه الغرس يعني تلقايها واجده. نرجعوا لينا نغسلوا يدينا، بعد ما غسلنا يدينا نرجعوا لهداك السميد تاعنا. شوفي كيفاه هنا نكورو ونستعملوا كانك راح يعني جربي. المبتدئ انا قاعده نعت لك خاصه المبتدئه، بالي كاين واحد المحترفات فيه ما شاء الله. هنايا شوفي كانك راح تحضري هذاك يعني وتحشيه. انا جيت هنا مازالت محتاجه قليل من الماء، نرش رشه فقط خفيفه حوالي ملعقتين فقط ماء، وندخلوها بدون عجن. نحطوها هكا على جنب ونروحوا نحضروا الغرس تاعنا. هنايا نكونوا الغرس هنايا ما حبيش ندير لكم فيديو طويل. هنايا نديروا ديبولات كيما هكا ونمشيوهم ونحطوا فيها هنا المبتدأ ما تستعمليش كره كبيره. شوفي كيفاه ونحلوها كيما هكا كيما تشوفي بالاصابع، ونحطوا الغرس ونبقاو نلموا ونطرحوا ونبقاو نكوروا 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 ونطبعوا ونقصوها. هذه يعني هاو الماء اللي بقالي، ونطيبوه من الاحسن على نار يكون قويه. وهذا هي شوفي هنايا قبل ما نحطه يطيب، حطوه يطيب
من التحت ونزيدو نحطوه من الفوق، وانتي طبعي الطبع اللي يعجبك. وهاي النتيجة امامكم. طيبته في الدار وجا ما شاء الله النتيجة امامكم. اما في طريقة يعني وضع الغرس، راني عملت فيديوهات قبل هذه في قناتي، ادخلوا فقط. ولي حايبه قلت لكم تستفسر وحايبه تزيد تفهم اكثر واكثر، اكتبوا لي فقط في لي كومونتير، راني نزيد نحضر لكم كيما نقولوا كميه صغيره، وبحول الله راكي تفهميها. دعاوي الخير، دعاوي الابي المتوفي، ربي يرحمه ان شاء الله ويجعله في الجنه، ويرحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. والى فيديو اخر بحول الله، والسلام عليكم.